السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. برحب بكم النهاردة في مراجعة شهر مارس في مادة الرياضيات لعام الدراسي 2025-2026. كل عام وأنتم بخير. النموذج بتاعنا بيكون عبارة عن: أولا اختر الإجابة الصحيحة ودول بيكونوا نقطتين. ثانيا أجب عما يلي اللي هي الأسئلة المقالية ودول بيكونوا 4 نقط. نبدأ على بركة الله. السؤال الأول بيقول لي 18 من 100 بتساوي كام في المية؟ دي النسبة المئوية. وقلنا عندنا أي كسر اعتيادي أو كسر عشري أو نسبة بين عددين عايز أحولها إلى نسبة مئوية بضربها في 100، بضربها في 100. يبقى لما أضرب 18 من 100 في 100 يبقى أنا العلامة جهة اليمين رقمين، يبقى بقى 18، يبقى 18 في المية. السؤال الثاني: النموذج الذي يعبر عن مسألة القسمة 1/3 هو. عشان اختار من دول. طيب بنعمل ايه يا اولاد؟ نفتكر كده مع بعض. بقسم يبقى بمثل المقسوم، المقسوم اللي هو 1 يبقى بنرسم مستطيل او دايرة ايا كان. وحدة واحدة ده المقسوم. طيب المقسوم ده هنقسمه على كام؟ على تلت. يبقى انا بقسمه حسب مقام المقسوم عليه كام؟ 3. يبقى انا بقسمه 3 اجزاء. ادي 1 2 3 اجزاء. طيب بكون مجموعات، كل مجموعة عبارة عن ايه؟ البسط. يبقى 1 يبقى ادي مجموعة وادي مجموعة وادي مجموعة، يبقى الناتج 3. يبقى انهي نموذج يتطابق مع اللي انا رسمته ده يا شباب؟ يبقى رقم ب. يبقى رقم ب. السؤال الأول: باع تاجر 30 كيلو جرام من الموز بسعر الكيلو جرام الواحد 20.5 جنيه. فما اجمالي سعر الموز؟ يبقى انا كده هعمل ايه؟ انا عايز اجمالي يبقى هضرب. يبقى هعمل ايه؟ هضرب. لكن لو مديني اجمالي السعر وعايز سعر الكيلو الواحد او تمن الكيلو الواحد يبقى انا هقسم. يبقى انا هنا هضرب. طيب هنضرب، يبقى هنضرب كام؟ 20.5 اللي هو سعر الكيلو الواحد في عدد الكيلوات اللي اشترينا اللي هو كام؟ 30 بيساوي. عملية الضرب اللي احنا خدناها قلنا عندنا ممكن نستخدم طريقة من الاتنين. يا اما استخدم ان انا بحول ده الى كسر اعتيادي، اللي هو ها فاكرين بنعمل ايه؟ بنعمل شرط الكسر اهي، ونكتب العدد ده كله بدون علامة. يبقى 205 على العلامة كانت بعد رقم يبقى على 10 في 30. طبعا 30 دي تعتبر 30 على كام؟ على 1. وكده يبقى انا ايه؟ بحل. طب امال ايه الطريقه التانيه يا مستر اللي هي استخدام الخوارزميه المعياريه؟ ان انا بضرب دول عادي خالص كاني مفيش علامه وفي الاخر بحط العلامه بعد رقم. سواء بالطريقه دي او بالطريقه دي هتديني نفس الناتج. طيب هنا هنقول صفر مع صفر. ايه اللي قدامي بقى دلوقتي؟ هضرب 205 في 3. 3 في 5 ب 15، 5 ومعانا الواحد. والتلاتة في صفر بصفر وواحد هو الواحد. والتلاتة في اتنين بكام؟ بستة. يبقى 615 جنيه. 615 جنيه. السؤال التاني: حول السرعة 3.5 كيلومتر في الساعة إلى متر في الساعة. ركزوا معايا. 3.5 كيلو متر في الساعة. عايز أحولها إلى إيه؟ متر في ساعة. حلو. بص بقى ركز معايا. أنا هنا عندي وحدتين وهنا عندي وحدتين، فيهم واحدة ثابت خلاص، يبقى دي ماليش دعوة بيها. يبقى الوحدة الأولى هي اللي هتتغير. هحولها من كيلو متر إلى متر. هحولها من كيلو متر إلى متر. الوحدة اللي تيجي الأول أنا هضرب في معامل تحويل. يبقى دي 3.5 كيلو متر في معامل التحويل بتاعنا شد شرط الكسر. أعمل إيه بقى يا شباب؟ أنا عندي هحولها من كيلو متر إلى متر. مين اللي جه في الآخر؟ المتر يا مصر. يعني أنا عايز أخليها متر يبقى أخلي المتر فوق والكيلو متر تحت أهو. طيب الكبير ياخد واحد، يبقى 1 كيلو متر. الكيلو متر فيه كام متر؟ فيه 1000 متر.
لان خلي بالك انا هنا المساله دي من النوع اللي انا حولت وحده واحده، اللي هي الاولى، ما حولتش وحدتين. لو انا هحول وحدتين هضرب في معاملين مش في معامل واحد، لكن انا هحول وحده واحده فبضرب في معامل واحد. طيب، يبقى هنا 3.5 في 1000. يبقى بنقل علامة يمة اليمين 3 أرقام، أدي رقم فاضل رقم، يبقى نحط إيه؟ صفرين. يبقى الناتج 3500 متر في الساعة. 3500 متر في الساعة. السؤال بيقول حدد أفضل سعر للشراء مستخدما معدل الوحدة إذا كان 4 ألعاب بسعر 200 جنيه أم 8 ألعاب بسعر 320 جنيه. فاحنا هنا يا شباب لازم نعمل معدل الوحدة. فانا في الاولانية هقول له ايه بقى؟ 200 جنيه لكل 4 ألعاب. ده كده معدل. ده كده ايه؟ معدل. عايز احوله الى معدل الوحدة، يعني عايز اخلي الكمية التانية واحدة واحدة. يبقى هقسم على 4. يبقى 200 على الأربعة يديني كام؟ 50 جنيه لكل لعبة. يبقى أنا كده عملت معدل وحدة 50 جنيه لكل إيه؟ لعبة. نيجي على التاني أو العرض التاني، نقول له 320 جنيه لكل 8 ألعاب. ده معدل، عايز أخليه معدل وحدة، هقسم على التمانية. يبقى 320 على 8، طبعا 32 على 8 فيها الأربعة وصفر عليها حاجة بصفر. يبقى 40 جنيه لكل لعبة. 40 جنيه لكل ايه؟ لعبة. يبقى انت كده ايهما افضل بالنسبة لك؟ تدفع 50 جنيه في اللعبة ولا تدفع 40 جنيه في اللعبة؟ لا طبعا يا مستر 40 جنيه. يبقى احنا هنختار العرض الثاني. هنختار العرض الثاني افضل. على السؤال اللي بعد كده، اكمل الجدول التالي لتكون النسب متكافئة. طبعا النسبة عندنا 1 إلى كام؟ 2. فانا بص، طب الواحد بقت كام؟ 3، يبقى ضربنا في 3، يبقى الاتنين في 3 ب6. طيب هنا النسبة دي مين اللي موجود؟ الحد الاول ولا التاني؟ لا التاني، يبقى نبص هناك على الحد التاني. الاتنين بقت كام؟ 10، يبقى ضربنا في 5، يبقى الواحد في 5 ب5. طب هنا الحد الاول هو اللي موجود 6، الواحد بقت 6، يبقى ضربنا في 6، يبقى الاتنين في 6 ب12. هاي هنا 2 بقت 20، يبقى ضربنا في كام؟ في 10، يبقى واحد في 10 ب10. يبقى احنا كده كملنا الجدول. محافظ على النسب او تكافؤ النسب او النسب المتكافئة، اللي هي قلنا بنجيبها ازاي؟ بنضرب حدي النسبة او بنقسم حدي النسبة على نفس العدد. كده انتهى النموذج الأول. تمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.